يا مساء الخير والحلويات وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة فيديو جديد، حطي لايك في أول الفيديو، اشتركي معانا في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو أنا بنزله من أول مرة. الفيديو بتاعنا النهارده بقى من سلسله الفيديوهات بتاعه رمضان وتجهيزات رمضان، وازاي بقى نلم من كل الحاجات المتراكمه علينا. النهارده شاركت معاكم روتين جديد مذاكره. كنت برضو بلم حاجات متراكمه عليا وبذاكر، فحبيت برضو ان انا اشارككم جدا وان احنا نتشجع مع بعض والكلام ده كله. فعايزاكم تتابعوا معايا الفيديو الاخر لان هعمل فيه حاجات حلوه قوي النهارده. المهم بقى اول حاجه بدات بيها وهي ترتيب المكتب، لان بصراحه المكتب كان مكركب قوي. كان عليه شويه حاجات كده ملهاش لازمه، ورق وكده، فانا قلت هرجع كل حاجه مكانها واطلع بقى المذكرات بتاعتي والحاجات من الشنطه، لان انا النهارده بقى كنت بصور لكم الفيديو ده بالليل، يعني كنت بعد ما جيت من الدروس بعد كل حاجه بقى كان عندي مذاكره حاجات كتير قوي يعني متراكمه عليا وكده. وطبعا كل ماده بتحسي كده ان الموضوع تقيل، فلازم تراجعي كده ما تراكميش حاجه عليكي ابدا. فبصراحه بقى انا قلت هجيب برضو من الاول لحد ما انا واقفه، اخدت حاجات جديده وكده كنت لازم اذاكرها عشان ايه، ما بحبش يعني يعدي وقت كده وانا مش مذاكره حاجه، فاهمني؟ ما بحبش يعني اراكم حاجات عليا. المهم رتبت بقى المكتب كده وخليته حلو، وبعد كده دخلت بقى عشان ايه، اعمل التودو ليست بتاعت النهارده واكتب فيها الحاجات اللي عايزه اعملها. عايزه اقول لكم بجد بقيت بعمل كده وبواظب عليها كل يوم. لان بصراحه بتشجع يعني فرقت معايا كتير جدا في الحاجات، كنتش بنظم وقتي كويس. كان الوقت بيضيع مني، ما بعرفش اذاكر كتير، لا بجد ساعدتني جدا 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 الترم ده، وبقيت بذاكر يعني تحصيلي في المذاكره بقى احسن بكتير. فبجد انصحكم تجربوها وتعملوا كده دايما. تودو ليست بتاعتكم اول ما تصحوا قبل ما تذاكروا تكتبي الحاجات اللي انت عايزه تعمليها، وكل حاجه تخلصيها تشطبي عليها عشان تحسي كده انت في انجاز وتتحمسي اكتر ان انت تخلصي اللي بعد كده. وعملت التودو ليست بتاعتي بقى، كتبت فيها كل الحاجات، طبعا بحطها كده قدامي عشان ايه، يعني افضل شايفه الحاجه قدامي كده وايه ما انساش حاجه ابدا كل حاجه تبقى قدامي. وبدات بقى في اول ماده. طبعا مش شرط بالترتيب اللي انت كاتباه، يعني انت شوفي اهم حاجه وابداي بيها واصعب حاجه ابداي بيها. فانا بدات اول حاجه بالكيمياء. طبعا زي ما قلت لكم دايما براجع من اول صفحه في المنهج كله، لازم تذاكري كده من اول لحد ما انت واقفه. كتر التكرار هيفكرك بالمنهج دايما، وهيكون كل حاجه في دماغك، مش هتكوني ناسيه حاجه او في مثلا نقطه موقعاها، لا ده انت من كتر تكرار المذاكره هتكوني فاكره كل حاجه، وبجد مش هتزهقي. لان عايزه اقول لكم مثلا الصفحه اللي كنت بتذاكريها في اول مره خالص هتاخد معاكي وقت كبير، بعد كده في التكرار هتلاقيها مش هتاخد معاكي بجد 10 دقايق تكوني خلصتي كل حاجه وفاهماها. اهم حاجه تكوني بتذاكري بتركيز، مش تكوني بتقراي كده الدرس وخلاص. وطبعا برضو ذاكرت من الملخصات اللي انا عاملاها دي، الحاجات اللي انا بكتبها في الحصه، لان بجد بتكون فيها فايده. فاي حاجه بكتبها كده في المذكره لازم بقراها وبذاكرها دايما. مذاكره الكيمياء ما اخدتش مني وقت خالص، لان انا كده كده كنت مذاكره، بس انا قلت ااكد يعني واذاكر تاني لان كان عندي فيها ايه حاجات كده كنت عايزه اظبطها. وخلصت الكيمياء دخلت بقى على الاحياء. طبعا زي ما قلت لكم لازم اعمل صح على كل حاجه بخلصها واشطب عليها كده عشان ايه بتشجع جدا 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 بجد. اكتبوا لي بقى في الكومنتات انتوا ذاكرتوا ايه النهارده وعملتوا ايه وكده. طبعا انا برد على كل الكومنتات كلها، واكتر حد يكتب كومنتات على الفيديو طبعا هنزل اسمه في المنتدى زي ما احنا متعودين دايما. المهم بقى عايزه اقول لكم بجد بجد انا يعني الترم ده حاسه ان انا طريقتي في المذاكره اتغيرت، ودي حاجه حلوه جدا. فانا عايزاكم بجد كلكم تجربوا الطريقه اللي انا بذاكر بيها دايما بقول لكم عليها في الفيديوهات، وهي ان انتوا تنظموا يومكم صح. بلاش تصحي متاخر، يومك كله هيضيع بجد ومش هتحسي ان في وقت اصلا تذاكري ولا تعملي حاجه. عايزه اقول لكم ان انا بذاكر تقريبا 6 ساعات وبيكون عندي وقت راحه وبعمل فيه كل اللي انا عايزاه. بجد لما بقيت بصحى بدري بظبط وقتي وبظبط مذاكرتي ومبراكمش حاجه عليا، بحس ان انا مرتاحه ومش شايله هم الامتحانات ولا حاجه، لان انا مش مراكمه حاجه عليا. معظم المواد الترم اللي فات كنت مراكمه فيها حاجات وما كنتش مظبطاها كويس، فبجد دي كانت المشكله بالنسبه لي، فاهميني؟ وكمان الجداول الاسبوعيه حلوه جدا جدا، هسيب لكم في صندوق الوصف لينك الفيديو بتاع اللي انا عملت فيه الجدول. بجد الجدول ده ساعدني جدا جدا ولحد دلوقتي وانا لسه ماشيه عليه. بجد الجدول ده يعني حاجه حلوه ونظمت لي وقتي، عرفت ان انا اذاكر حتى مع الدروس مش متعطله بسبب الدروس ولا حاجه، فاهميني؟ وطبعا خلصت كده مذاكره الاحياء، وبعدين بقى علمت صح على تو ليست على مذاكره الاحياء. وبعد كده دخلت على الانجليزي بقى. عايزه اقول لكم انا يعني كده بخلص وادخل على اللي بعديه على طول علشان ايه ما كسلش. كان عندي بقى حفظ كلمات انجليزي، تعالوا نشوف بقى هعمل ايه. جبت بقى الكشكول اللي انا بحفظ فيه كلمات الانجليزي دايما. بحب كده ان انا احفظ بالورقه وبالقلم، طبعا انا بقول لكم كده دايما بجد حفظ الانجليزي لما بتحفظي بالورقه وبالقلم بيثبت جدا الكلمه في دماغك وعمرك ما هتنسيها ابدا. حتى لو كلمه كبيره قوي اكتبيها كذا مره وسمعي لنفسك على طول، بجد هتحسي ان الكلمه ثبتت في دماغك. انا بعمل كده دايما، والمره دي كانت كمان الكلمات صعبه شويه فعشان كده اتاخرت في حفظ كلمات الانجليزي وقسمتهم برضو. يعني حفظت شويه وبعد كده قمت ورجعت تاني اكمل علشان الكلمات كانت صعبه شويه النهارده. طبعا بحفظ بقى بالورقه وبالقلم، بجد بتثبت جدا جدا الكلمه في دماغي مش بنساها.
وبصراحه دي افضل طريقه، يعني انا بحب احفظ بيها كلمات الانجليزي. في ناس بتحفظها بالقرايه كده، وفي ناس بتحفظها بان هي تقول الحروف بتاعتها وكده. بس بصراحه انا بحب الطريقه دي جدا جدا جدا، وبحفظ بيها من وانا صغيره الانجليزي، فبجد بتسهل عليا كتير قوي. وانتوا كمان برضو جربوها لو عندكم مشكله في حفظ كلمات الانجليزي وعايزينها تثبت في دماغكم، بالطريقه دي بجد حلوه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى الفتره الجايه ان شاء الله مجهزه لكم فيديوهات حلوه قوي علشان تجهيزات رمضان. هقول لكم كمان على افضل وقت بقى نذاكر فيه في رمضان، والفيديوهات الجايه كلها مش عايزه احرقها لكم. اهم حاجه بس تكونوا عاملين اشتراك في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجايه، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، لان انا مجهزه لكم فيديوهات حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله. المهم بقى، طبعا زي ما انتم شفتوا كده ان الكلمه دي كانت صعبه شويه، فانا خبيت كده علشان ايه اسمعها لنفسي واشوف انا حافظاها صح ولا لا، وبس لقيتها ان هي ايه مظبوطه. وبعدين بكمل بقى وبعمل كده بنفس الطريقه في كل الكلمات. لان بصراحه الانجليزي لو ما وقفتيش كده، يعني مثلا احفظي 10 كلمات او 20 كلمه وسمعيهم لنفسك، لازم تعملي كده عشان تتاكدي ان انت ايه بتحفظي صح، مش بتكتبي كده وخلاص وانت مش فاهمه. فاهمني؟ وعادي بقى بعمل شويه بالاحمر وشويه بالاسود وشويه بالازرق كده عشان ما ازهقش. بصراحه هي الطريقه، يعني بما ان انا بكتب كتير قوي في ايدي بتوجعني، فعشان كده بفصل شويه وبرجع ايه اكمل تاني. بس يعني طبعا بقى انا كملت انا حفظ لوحدي عشان ما اطولش عليكم، وخلصت كده خلاص حفظ الايه حفظ الانجليزي. طبعا زي ما قلت لكم لازم اعلم بعد ما نخلص كل حاجه. وبعدين بقى دلوقتي افتكرت جايبه بقى الكشكول بتاعي عشان اعمل الواجب. انا بكتب ورا كده الواجب ايه اللي بيكون عليا في اخر صفحه خالص عشان ايه اكون فاكره. بس بقى عايزه اقول لكم بجد انا بشكر كل الناس اللي كتبت لي كومنتات على اخر فيديو، بجد شكرا جدا جدا، الكومنتات كانت حلوه قوي. وبجد الفيديو ده انا حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا اشجعكم فيه واديكم كل الطاقه الايجابيه علشان نتشجع كده ونقوم نذاكر ونشوف كل الحاجات اللي ورانا. لان بجد كل الكومنتات اللي بتبعتوها لي وتقولوا ان انتم محبطين وان احنا زهقانين ومش قادرين نذاكر وكده، بجد كلنا بيجعلنا الفتره دي. بس الفكره ان احنا عايزين نقوم وما نستسلمش للزهق وللملل ده وللكسل، لان بجد يعني مش هنستفيد حاجه. احنا عايزين نشجع نفسنا، والهدف من الفيديوهات بتاعتي كلها ان انا بس اديكم طاقه ايجابيه عشان نقوم ونكمل مذاكره ونشوف كل الحاجات اللي ورانا. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده انا عملت ايه، بعمل الواجب بتاعي الكيمياء. عايزه اقول لكم بقى بجد بجد انا بقيت بنسى كتير قوي، فعشان كده لازم كل حاجه اكتبها كل حاجه اكتبها قبل ما اعملها، لان انا بنسى كتير جدا جدا. المهم خلصت بقى كده الواجب وحطيت الكراسه والمذكره وخلاص كده. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدأ في مذاكرة النحو. هقول لكم بقى ازاي بذاكر النحو. طبعا استنوا الفيديو اللي هنزله لكم فيه طريقتي في مذاكرة العربي بالتفصيل في كل الفروع، هنزله لكم ان شاء الله قريب. فاستنوا الفيديو ده ان شاء الله يعني يعجبكم. المهم دلوقتي انا هقول لكم بقى ازاي بذاكر النحو. وعملت ايه وانا بذاكر. يعني كان عندي مذاكرة درسين نحو، اول درسين في النحو عندي. وطبعا هسيب لكم الصور بتاعت الدرسين دول في المنتدى عشان لو اي حد محتاجهم يعني. المهم انا جبت بقى الايه الورقه ايه كراسه والقلم والحاجه، وبشرح لنفسي زي ما انتم شايفين كده. انا بشرح لنفسي وكمان بلخص كده ملخص سريع عشان يفهمني. طبعا كل حاجه متلخصه في المذكره وكده، بس انا بشرح لنفسي بالورقه وبالقلم. يعني انتوا عارفين دي طريقتي في المذاكره اللي بتثبت كل حاجه في دماغي بجد. المهم ببدا ان انا اشرح لنفسي كل المعلومه، حتى اعراب كل حاجه يعني بشرحها كده بقولها بصوت عالي عشان تكون ايه واضحه. وانا لما باجي اذاكر وقصدي لما باجي احل بعد كده بفتكر الكلام اللي انا كنت بقوله لنفسي بصوت عالي بيكون ثابت جدا في دماغي. فبجد دي اكتر طريقه يعني ايه بتساعدني جدا جدا الفتره دي الحمد لله. وكملت بقى مذاكرة. طبعا انتوا شايفين بقى بعرب، يعني بحط كده جملة لنفسي وبعربها كلها وكده. بصراحة يعني بحب مذاكرة النحو جدا، وبحس ان هو سهل اكتر فرع بحبه في العربي كله. المهم كده خلصت بقى ايه مذاكرة خلاص. وطبعا بقى ايه ارجع كل حاجة مكانها زي ما انتم متعودين. لازم كده ايه بعد ما نخلص مذاكرة كل حاجة ايه نحطها مكانها، ما تقومش من على المكتب وهو مكركب، عشان لما تيجي تذاكري بكرة بقى تلاقي ايه المكتب كده حلو وكل حاجة مكانها وكل حاجة ايه مظبوطة. طبعا علمت صح بقى الحاجات كلها اللي عملتها النهارده. كنت مبسوطه جدا جدا في اخر اليوم خلصت كده كل حاجه. عايزه اقول لكم بقى ان انا ايه يعني غبت اصلا في المذاكره، يعني ما خلصتش بسرعه، انا غبت شويه. برجع بقى كل حاجه مكانها والورق بحطه جوه المذكره. وخلصت كده كل حاجه. وبس كده يكون بقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو حاجه بسيطه قد كده. واستنوني في الفيديو الجاي وحطوا لايك للفيديو ده لو لسه ما حطيتوش. يلا.